السلام عليكم. النادي الاهلي بيتغلب من طلائع الجيش 2-1. طلائع الجيش في المركز ال 16. طبعا عارف دلوقتي انت متضايق ودمك محروق، وبصراحه ليك حق. احنا بقى لنا فتره عمالين نقول ليه الاداء بكره يتحسن، الماتش الجاي ممكن يبقى احسن، المدرب لسه بياخد على اللعيبه لسه بتحفظ بعض. لكن لا، لما تغلب المركز ال 16 لا، هنا لازم وقف. لكن المره دي هنا مش مسؤوليه لعيبه او جهاز فني بس، المره دي المسؤوليه الكل يشيلها من اول الاداره نفسها. احنا ملاحظين الموسم ده واللي فات احنا بنجيب اي حد باستثناء الاسامي الرنانه اللي انت بتجيبها، زيزو، امام عاشور، بن شرقي، تريزيجيه، الكلام ده. لكن وسط حشو كتير قوي. يعني هم اللي شغالين في النادي الاهلي على ان هم يجيبوا لعيبه اجانب وان هم يرشحوا مدربين. انا مش عارف الناس دي بتعمل ايه. دي ناس بصراحه مش شايفه شغلها. لما تجيب لي اول الموسم ريبيرو ودلوقتي تجيب لي الراجل ده، لا يا عم، الناس دي بتدور على ايه؟ ولا الناس دي بتدور فين؟ سيفيات ايه اللي انت بتشوفها؟ والمدربين اللي بتفاضل ما بين كل واحد والتاني فيه بالك انت باستثناء كده ما بتعرفش يخلص صفقه. انت لولا اللعيب لو مش جاي عايز النادي الاهلي انت ما بتعرفش تخلص فيه، ما بتعرفش تجيبه. وزي ما بقول لك جايب الكام صفقه دول، لكن دول مش هيشيلوا الدنيا لوحدهم. انت في حشو كتير قوي في الفرقه. انت محمد عبد الله واحمد رضا ماشيهم في يناير، دلوقتي سامعين كلام هم راجعين من اول موسم تاني. طب انت جبتهم ليه ومشيتهم ليه؟ وكل كوم وكمويش ده كوم تاني. بقى انت بتمشي جراتشيار وتجيب ده جراتشيار جايب جون قبل ما يمشي في كاس الرابطه بوش رجله الخارجي. الواد ده لا عيلته ولا اهله ولا بلده كلهم يعرفوا يجيبوا جون زيه. فانت بناء على ايه بتجيب لعيبه وبتمشي لعيبه وبتقعد ناس وتمشي ناس؟ والمدرب ده بتختار مدرب ازاي اصلا؟ يعني زي ما قلت لك ريبيرو دلوقتي ده، الناس دي بتختار بناء عن ايه وبتفضل بناء عن ايه؟ وهنصبر لحد امتى؟ احنا من الموسم اللي فات من اخر ايام كولر واحنا عمالين نصبر نصبر نصبر. لكن لحد المرحله دي ده اسهل دوري في التاريخ. انت النهارده يعني بنسبه كبيره، الواحد مش عايز يبقى متشائم، لكن بنسبه كبيره جدا الدوري انتهى. او انت بيراميدز والزمالك مش هيدوك اكتر من كده هدايا. انت اكتر من كده بقى عايز الفرقه دي تنزل تحط جوان في نفسها. وهنفضل ماشيين بامتى بطريقه البلاي ستيشن القديمه، اللي هو كنت تجيب عيل صغير تيجي تلعبه بلاي ستيشن خايف منك تسيب له جون في الاول، تقول له تعالى ما تخافش تسيب لك جونين. احنا بقالنا فتره اهو كل ماتش بنلعب بيخش فينا جول في اول ربع ساعه. بقالنا حبه حلوين. احنا دايما رد الفعل، احنا اللي عايزين نرجع في النتيجه، مش احنا اللي بنسجل واحد واثنين وثلاثه باستثناء كام ماتش. ومش هتحمل على الشناوي بصراحه، الراجل ده استوى. الراجل ده بقاله سنتين ثلاثه واخد مننا نقد اقسم بالله. لو حديده كانت نطت قالت ارحموني. ودليل كلامي حتى لما مصطفى شوبير وقف برضه دخل فيك اهداف. يعني الماتش اللي فات لما دخل فيه جونين، وماتش المقاولين واتلغوا، هو يعني دخل فيه جونين، لكن مصطفى شوبير ولا يسأل عنه، كلها اخطاء دفاعيه بحته. بس هو زي ما بقول لك المره دي لا، كله شيل الليله، من اداره للعيبه لجهاز فني. انت بتجيب دلوقتي انت بتجيب صفقات وخلاص، هي السريره بتشتغل كل ماركاته وخلاص، اي حد بقى، اي حد معدي تعالى. كموش ده اللي جابه اقسم بالله يتحاكم. مليون المية الواد ده ليه اخ توأم وبعت اخوه. مستحيل ده الواد ده يكون بيلعب كوره، مستحيل يكون لعيب احترف وراح وجه وبتاع وفي عين شافته انه ينفع يلعب في النادي الاهلي. ده تلاقي فيه مره حصلت مع نادي الزمالك زمان، كانوا اتنين اخوات، واحد هو اللي شاف الفيديوهات بتاعته وراح باعت اخوه في الاخر. شغل اسماعيل ياسين، حسن وحسين. ده مستحيل يكون بيلعب كوره يا جدعان. والناس اللي شايفه ان ممكن المدير الفني يمشي دي ناس متفائله قوي. انت لسه خلصان من ازمه كولر ومساحاته الماليه، ولسه حوار ريبيرو اللي احنا شفناه قبل رمضان ده، وهتمشي مدرب ثالث يبقى عندك 2 3 مدربين بياخدوا مرتباتهم وهم نايمين في البيت. مستحيل تعمل كده، مستحيل يمشي. لكن الفكره بالنسبه لي والمشكله واللي مضايقني دلوقتي ان فكره عندك ماتش كمان كام يوم مهم جدا مع الترجي في تونس. يا نهار ازرق، الترجي ايه اللي هيروح له بالمستوى ده؟ هو بصراحه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده الواحد يهيئ نفسه الموسم صفري. ما اعتقدش احنا بالمنظر ده كاس خرجنا منه، ودلوقتي الدوري 90% خلاص بعيد عنك خالص، ما قدامكش دوري ابطال، وما اعتقدش بالمستوى ده انت مش عارف تاخد دوري، تطلع من كاس مصر تاخد افريقيا. ما تقنعنيش. وانا من وجهه نظري اجتماع بكره ده مليار في الميه كل الهدف منه الخوف من مباراه الترجي. اصل هيبقى دوري ضاع وافريقيا تطلع منها، كل ده في خلال اسبوع 10 ايام. يا نهار ازرق، هتبقى هزه بنت لذينه. هتبقى لازم الجهاز الفني يمشي، يعني يمشي، يبقى الموسم خلص، هيقعدوا يعملوا ايه؟ فزي ما بقول لك هيبقى انت كده عندك 3 مدربين بياخدوا مرتبات هم نايمين في البيت. فاجتماع بكره ده بالنسبه لي كل الخوف منه من ماتش الترجي. هم عايزين يلموا اي حاجه قبل ماتش الترجي. ربنا يستر لما نشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. السلام عليكم.